يا ترى مين فينا ما سمعش الجملة المشهورة من أي حما لابنها؟ بقى ابني بعد ما ربيته وتعبت فيه تيجي واحدة تاخده مني على الجاهز؟ طب لحظة كده، هو مين قال إن الجواز هاطف؟ هو مش نفس اللي بتقولي عليه واحدة أخدته منك دي أهلها برضو تعبوا فيها؟ ربوها وكبروها وبعدين جه ابنك أخدها على الجاهز زي ما بتقولي؟ يبقى المنطق يقول إن الاتنين بيكملوا بعض. نيجي بقى للجملة التانية، دي شقة ابني اللي تعب فيها، إزاي تدخلها في غيابه ويبقى معايا مفتاحها؟ طب ما هي دي برضو شقة بنتك اللي جابت جهازها فيها وتعبت معاه فيها. الشقة دي بيت زوج وزوجة، مش ملك لحد تالت. مفتاح الشقة يبقى معاهم هما الاتنين وبس، ولو حبوا يدوكي مفتاح برضاهم يبقى كرم وأمانة منهم، مش حق مفروض. وكلام تاني نسمع، أنا أمه ولازم مراته ترعاني وتخدمني. وهنا لازم نقف ونفكر، هو مين قال إن مرات ابنك مفروض تخدمك؟ ده ابنك اللي مسؤول عنك، هو اللي انتي ربيتيه وهو اللي مفروض يردلك الجميل. لو مراته بتخدمك يبقى دي بنت أصول، بتعمل ده حبا واحتراما ليكي، مش فرض عين عليها. ولو هي عملت كده فعلا لازم تحطيها فوق راسك وتشيلي لها جميلها، مش تتعاملي معاها كأنه واجب. وطبعا من الجمل اللي بنسمعها، يعني ايه مراتك تروح لأهلها كل أسبوع؟ باتها أولى بيها. طب ما هو ابنك برضو بيجيلك كل أسبوع، بتقولي ايه؟ ليه لما تروح لأهلها تبقى غلط؟ هي بنتهم برضو وليها حق زي ما ليكي حق. وأصلا العلاقة الصح تبقى متوازنة، تشوفوا ابنكم ويشوفوا بنتهم والكل مبسوط. وبرضو في الكلمة المؤذية، مراتك خدتك منا خلاص. طب ما هو برضو خدها من أهلها، الفرق إن أهلها مش بيقولوا كده. فليه نختار الجمل اللي تشحن القلوب وتولد كره وغيرة، خصوصا لو فعلا البنت كويسة وما عملتش حاجة تستاهل؟ وفي جملة مشهورة جدا، ده بيحبها وكأن مفيش غيرها في الدنيا. طب مش جوز بنتك بيحبها برضو وبتفرحي لما تشوفي ده؟ ليه نفرح لبنتنا ونزعل على ابننا؟ الحب مش غلط ولا عيب، بالعكس دليل إن نجح. كمان أنا بزعل منها وأقلب عليها أنا وأخواته لما تزعل ابني. بس ليه ما تفكريش بطريقة تانية؟ أكيد زي ما هي ساعات بتزعل ابنك برضه هو ساعات بيزعلها. مش الأجمل إنك تكوني صوت الحكمة وتصلحي بينهم بدل ما تزودي النار؟ ابنك هيرتاح وهيسمع عنك كلام حلو، تقول أمي دي ست أصيلة بتلم البيت مش بتفرقه. وفي كلمة بنسمعها، ربع اللي اتعمل فيا وأنا قدها، حماتي زمان كانت ممررة حياتي. طيب انتي عشتي المعاناة، مش المفروض بقى تحبي تنقذيها من نفس اللي عشتيه؟ ليه تورثي الألم؟ ليه ما يكونش هدفك تكسري الدايرة دي وتعيشي في راحة بدل ما تكرري المر؟ افتكري ان الظلم بيترد والدعوة بتترد. عايزة تسمعي دعوة حلوة ولا دعوة وحشة؟ وأكتر حاجة خطيرة، دي وحشة، دي مش نظيفة، دي مش على قد المستوى. جدا. لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خليكي عارفة ان اي كلمة ممكن تهد بيت كامل. اتقي الله وافتكري انها مش غريبة، دي بنتك التانية اللي مفروض تحافظي على بيتها زي ما بتتمني لبيتك. الحموات ليهم مكانة عظيمة، ومرات الابن مش عدوة، دي شريكة جديدة دخلت العيلة. لو حضنتيها واعتبرتيها بنتك هتكسبك وتدعيلك وتخلي بيت ابنك جنة، ولو عدتيها هتخسري الاتنين، ابنك وهي. افتكري دايما ان كل كلمة بتقوليها يا حماتي ليها أثر، يا إما تبني بيت يا إما تهده. واسأل نفسك دايما، هو مين قال